السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه، عاملين ايه؟ كويسين بخير الحمد لله. ماشي. انا قلت كنت كاتبة يعني ان انا كنت عايزين نعمل اكل ونعمل حاجات واللي عايز حاجة يتصل بينا. ده اللي انا قلته. اللندة الحمراء ولعت يا ملك. فانا ما لقيتش اي اجابة. لا انتوا بتحطوا لايك، ولا حطوا اشتراك، ولا بتشيروا الصفحة، ولا اي حاجة. انتوا عايزين مني ايه بقى؟ انتوا مش بتعملوا اي حاجة لينا. يعني احنا بقى كده يعني مش عارفة اقول ايه يعني، بس يعني احنا كده زعلانين. لا شيرت اللي بتشيروا الصفحة عشان الناس تخش عندنا، ولا ساعدتونا ان احنا نعمل اكل في البيت، ولا ساعدتونا ان الاشتراك. احنا بقى زعلانين منكم بقى. لا بجد احنا زعلانين منكم، مش يعني كلامنا معاكم مش قوي زي الاول كده. يلا، كل الارزاق دي بتاعت ربنا، واحنا مش هنتكلم فيها كتير. اللي انا بقوله، واحد كان واحد كان واحد كان يعني رايح لحاكم. فالحاكم حكم عليه بثلاث حاجات. يعني هو عمل غلطة، الحاكم حكم عليه بثلاث حاجات: ياكل 100 بصلة، لا ياخد 100 جلدة، لا يدفع 100,000 دينار. فراح لزوجته قال: أنا قدامي ثلاث حاجات، أعمل إيه؟ آكل 100؟ قالت له: أنت كده كده أنت راجل كبير والبصل ليك كويس، كل 100 بصلة. قعد يعني ياكل 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 لغاية ما بقى 70 بصلة. قال لها: مش قادر، وعيني تعبت وأنا تعبت، مش قادر أكمل البصل. قالت له: طيب روح، اه كده 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 ايه، اهي الجلده جلده تروح وجلده تيجي، تاخد 100 جلده وتعدي الجلده. راح يعني خد بتاع 60 جلده. قال لها: مش قادر، خلاص انا جسمي مورم وتعبت الله بقى. طب المهم قال لها: انا هدفع 100,000 دينار دي، ولا مش عارفه ايه، ما اعرفش بيقولوها ايه بقى، انا ما اعرفش. وايه واريح نفسي. قالت له: ماشي روح ادفع الفلوس. راح يدفع الفلوس. قام قال للوزير اللي هو بقى حاكم عليه، اللي هو بيديله الفلوس بقى، فبيقول له: اقول لك حاجه يا وزير. قال له: ماشي قول لي. قال له: انا رحت لزوجتي قلت لها، قالت لي كل بصل وتعبت ولغايه دلوقتي مصاري معدتي تعبانه. قال له: ماشي. قال له: رجعت تاني قلت لها، قالت لي خد 100,000 جلدة، والجلد كلها ايه بتيجي بتمشي ورا بعضها. قال له: ماشي. قال له: انا سمعت كلامها، لا كسبت في ده ولا كسبت في ده. قال له: ماشي. قال له: انا طلعت ال100,000 دولار وخلاص وارتحت كده. قال له: ماشي. قال له: يعني معنى كلامك ايه؟ قال له: معنى كلامي ان ما حدش يمشي ورا كلام الحريم. قال له: كلامك صح. انت لو كنت مشيت ورا كلام نفسك من الاول كنت دفعت ال100,000، ما كنتش لا كنت اتضربت، ولا كنت اكلت بصل، ولا تعبت معدتك. يعني قصدي اقول يعني اللي بيسمع كلام الحريم، ساعات في ناس بتبقى ذكية، ساعات في حريم بتبقى ذكية جدا وبتفيد أزواجها، وفي حريم بتبقى على نيتها تدي النصيحة على قد تفكيرها وعلى قد مخها. فيعني لا ده حلو ولا ده حلو. دي حاجة بقى. الحاجة التانية إن في انتوا طبعا شايفين الموت والقتل. انا بيستيالي ان اللي ماتوا قد اللي كانوا قد اللي عايشين دلوقتي. لان دلوقتي القتل ما بقاش بالواحد، ده بقى بالتلاتة أربعة، بالخمسة ستة. ايه يا جماعة ده؟ في ايه؟ اللي الجين دي طبعا دي معروفة، يعني مش هنتكلم فيها. جيل الجين. بس نتقي الله بقى، كفاية كفاية قوي في الشباب اللي ضاعت والستات اللي راحت والأطفال والشيوخ. ما بخلوش حد، ما خلوش. الحمد لله، نحمد الله، نحمد الله. اللي انا بقوله بقى، يعني انتوا لا بتعملوا الشير
ولا اشتراك، ولا بتعملوا مش عارفه الصفحه، تشيروا في الصفحه زي ما انا بسمع كده اللي بيجوا بسمع منهم كده. انا ما اعرفش الكلام ده. يعني معنت من الاخر ان الصفحه ما بتشيرش، ما حدش بيعرفها. انا قلت انا هعمل اكل والاصحابي معايا هم اللي هيعملوا الاكل، واصحابي هيشتغلوا وهنعمل شغل واحنا قاعدين في بيتنا. ما ساعدتوناش اشتراك وما ساعدتوناش. طب ليه ما بتساعدناش؟ ليه؟ كلنا مسلمين، كلنا واحد. في ناس عندي محتاجين ان هم يقعدوا يشتغلوا، في ناس معاهم اطفال وعايزين يشتغلوا وعايزين. انا مش ليا على فكرة، ده لاصحابي، ناس يعني ظروفها ضيقة شوية، فبدل ما يقعدوا يرغوا او حاجة، طب ليه ما يعملوش اكل ويساعدوا بيه الناس وهم يستفيدوا وده يستفادوا؟ ليه لا؟ لا ما عجبكوش وما وقفتوش جنبينا. شيروا الصفحة عشان تكبر، عشان حتى لو 100,000 نشتغل. لا قلت لا برضو. يعني انتوا بتحاربونا ولا ايه بقى؟ يعني نقول عليكم ايه بقى؟ نقول ايه بقى؟ يلا شيروا الصفحة واشتركوا، واللي عايز اي اكل يقول لنا. عندي ناس كلمة احترام وكلمة نظافة وكلمة أدب، بس عايزين يشتغلوا في بيوتهم. حريم عايزة تشتغل في بيوتها، حريم مش عايزة تخرج الشارع. ليه ما تساعدوهمش؟ ليه يعني؟ ليه ده احنا كلنا مسلمين وكلنا واحد، ليه ما نساعدش بعضينا؟ ليه؟ أنا عاملة الصفحة دي بقالي قد إيه؟ أنا عاملة الصفحة دي بقالي أكتر من سنة ونص، بل سنتين. عارفين جايبة كام؟ كام؟ 580 من سنة ونص. بل مو يقول لي غيري من محتواكي، غيري من قعدتك، غير ايه اللي غيره؟ انا شايفه نفسي ان انا مفيش حاجه غلط فيا. كلامي كله عادي باحترام، كله كلام. آه نقول نشتغل، احنا مش بنقول ما نشتغل، لا نشتغل. لا الشغل مش عيب ولا حرام ولا غلط. اما يكون حريم عايزه تشتغل في بيتها لازم كلنا نساعدها، لازم. انا عايزه ازود الصفحه. انا حقي عليكم، انا بقالي سنتين حقي ده عليكم انكم تشيروا ما اعرفش بيقولوها ايه، انا ما اعرفش، انتوا بقى تعرفوا اكتر. تشيروا الصفحه، ما اعرفش ولا ما اعرفش، ده اللي بيتقال كده. فانا طمعانه يعني في، يعني لا مش انا مش هتحايل عليكم. انا ما بتحايلش على حد على فكره، لا بتحايل على حد ولا يعني رزقي على حد، ولا اتحايل ولا رزقي على حد، ولا عايزه حد يعمل حاجه غصب عنه. ما كانش كل واحد يعني يعمل حاجه برغبته هو، بلاش منها، بلاش منها. ده اللي انا بقول يعني. خلينا يعني ايه، اما يكون يعني صفحه بلا سنتين يا ماما، بلا سنتين على 580. ليه؟ ده انا حتى لو بقول، ده انا حتى لو ببيع فجل وجرجير في الشارع هجيب اكتر من كده في الاشتراكات. صح ولا غلط؟ انا عايزه اشتراك، وعايزه اشير الصفحه زي ما بيقولوها كده، وعايزه اشتغل في البيت انا واصحابي، نعمل اكل فراح، نعمل اكل فنادق، نعمل كل حاجه. لان انا عندي شقتي فاضيه، ممكن اصحابي عايزين يشتغلوا فيها، مش هقول لهم لا، ظروفهم ضيقه ولازم اقف جنبيهم. فضيت لهم الشقه، يا دوبك هي اوضه واحده اللي انا خدتها واشتغل. بس اما الله يبعت الرزق ويبعت الناس، يبعت الزباين، وتشيروا الصفحه، ما تشيروها بقى، ما تعملوا اشتراك ولايك، مش عارفه بيقولوا ايه تاني كده، اشتراك ولايك.
ما اعرفش ايه، قولوها انتوا بقى، انتوا عارفينكم يعني شيروها من عندكم. بصوا، ده لمجرد ان احنا مش عايزين نخرج بره، عايزين نشتغل في بيتنا واحنا قاعدين في بيتنا، والريفر يراوي يودي بالبيوت. مش حد هيجي. لا، انتوا لمجرد ان انتوا هتتصلوا بيا بس هتكتبوا لي في التعليقات، وانا هخش اديكم نمرتي من جوه او مكاننا، واللي عايز يجي واللي عايز يشترك معانا في اكل فرح، اكل كل حاجه، كل حاجه اللي انتوا عايزينها. عشان انا عندي ناس عايزه تشتغل، ظروفها ضيقه، مش عايزين نشتغلوا بره. احنا ما بنخرجش بره، احنا بنقعد كده على ترابيزتنا في شقتنا، بنشتغل اللي احنا عايزينه، بنعمل اللي احنا عايزينه، مش عايزين نخرج بره. مش عيب ولا غلط ولا حرام، ده صح وكتشين صح، بس الناس بقى مش عارفه الصح. انتوا عارفين الرقاصه بتاخد كام في الساعه؟ تاخد 80,000 جنيه في الساعه. لا، احنا بنقول عايزين نشتغل ونتعب ونتهد وتهد وسطنا على 100 جنيه في اليوم مثلا، لأي واحدة عايزة تشتغل. يبقى تساعدوا اللي عايزة تساعد، ولا نساعد الله يهديهم بقى، نتكلمش عليهم، الله يهديهم، الله يهديهم. والله ولا أنا سامعة بودني كده يقولوا مش عارفة الرقصات بياخدوا 80,000 جنيه في الساعة. 80,000 جنيه دول بيتعدوا ازاي أصلا؟ بيتعدوا ازاي؟ بيعدوهم ازاي؟ ولما يكون كل يوم بتاخد 80,000 جنيه تكسب قد ايه جي؟ لا، احنا عايزين 100 جنيه بشرفنا وعرقنا وهدت وسطنا، انها تبقى ليها طعم ومعنى واحترام. فلازم لما حد يقول لكم ساعدونا في اي شغلانه، لازم تساعدوا، ولازم فعلا تقتنعوا. شيروا الصفحه، نشيرها طالما في اطفال. يلا الحمد لله. انا طالعه زعلانه منكم، انا مش بتكلم بهزر معاكم، لا، انا النهارده زعلانه منكم لان ما حدش واقف جنب حد، مع ان احنا بلاد كتير. يعني انا مش بتكلم لوحدي، انا بكلم جميع البلاد، سعوديه، كويت، اردن، كل بلد انا كلهم بيشوفوني. فلو كل بلد هتساعد الناس اللي عندي، حتى بلاش انا مش عايزه اشيل لايك واشتراك، انا مش عايزه ان انا اعمل الاكل ده الناس التانية اللي هتعملها، الستات الحريم التانية اللي هتعملها. بس انا بقول لهم يعني على صفحتي، يعني انا بعمل لهم اعلان من على صفحتي. بس هو عندي، وانا بستشير ان كلمه نظافه وكلمه شغل نضيف جدا. لكن فين الناس؟ بيجوا عند الناس اللي هم محتاجين ان هم الشغل ويبعدوا عنه. لا يا جماعه، لما تعرفوا ان في ناس فعلا عايزه تشتغل، عايزه تربي عيالهم، ظروف ازواجهم تعبانه، ظروف ازواجهم يمكن عيال ارامل، عيال يتامى، عيال، فهم بيقولوا نشتغل. مش عيب ولا حرام ولا غلط. الغلط البني ادم اللي هو مش عارف الناس دي عاوزه ايه. انا بقالي 2 لايك واشتراك وتشيروا الصفحه مفيش. طب اعمل لكم ايه بقى؟ طب اعمل ايه بقى؟ بخاصمكم وبزعل منكم، وبزعل وانا زعلانه برضو منكم، مش بتكلم، لا انا زعلانه منكم. خلاص، اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوا بقى. بس انا بقول ان في ناس عندي عايزه تشتغل، فانا فتحت لهم بيتي وعملت لهم بوتاجازي، وجابوا حاجات اللي هي يعني للشغل. بس على الله ان شاء الله الرزق، مش على بني ادم. احنا بس انتوا كوسيله، انا كوسيله بقول لكم
والارزاق بايد الله عز وجل، مش بايد حد غير ربنا سبحان الله وتعالى. فيعني تتضايقوش من الكلام. يعني انا عندي حاجات كتير، بس انا مش، انا من جوايا انا مش زعلان على صحابي، هم مش صحابي، وفي بيتي، في بيتنا يعني في البيت، ومحتاجين ان هم يشتغلوا، ومحتاجين ان هم يصرفوا على اولادهم، محتاجين. قلت لهم بدل ما تشتغلوا، لا نشتغل في شقتنا في بيتنا، والريفري يودي في البيوت في المصانع، زي ما يعوزوا يكونوا هنودي. هل ده عيب ولا حرام ولا غلط؟ اكيد لا طبعا. اكيد دي كلمة الاحترام والادب، دي كلمة الدين. وشيروا لايك وشير واشتراك، ما اعرفش بيقولوها ايه، لو ما تضحكوش بقى تقول اللي بيقول لي لايك وشير لا، ما قال كده بقى خلاص، هو كده. مش عارفه النهارده، مش عارفه اقول لكم حاجه عشان انا زعلانه منكم. انا مش عارفه اقول ايه يعني. الزعل، ايوه انا زعلانه. ما عملتوش لا لايك ولا شير ولا اشتراك. اكلمكم ليه بقى؟ اتكلم معاكم ليه بقى؟ وكم 580 قال سنتين يا ماما؟ ده ممكن في ثانية واحدة بيبقى 200,000 300,000 اشتراك. هو ده ايه مكتوب يعني الناس وناس ولا ايه؟ ولا مكتوب ولا ده بيبقى يعني نصيب، ولا انا مش فاهمة، والله انا ما فاهمة. شير واشتراك ولايك، مش عارفة، مش عارفة ده كان صح ولا غلط، ولا انا اللي غلط. مش عارفة مين اللي غلط فينا، انا ولا الناس اللي متابعين معايا اللي ما بيشيروش الصفحة. ما لو تشيروا الصفحة هتظهر الشغل، والناس دي انا شغالهم. الناس دي انا فاتحه لهم بيتي وجايبه لهم بوتاجازات وعايزاهم يشتغلوا، عايزاهم ياخدوا قرشهم كده بالعرق كده وهم تعبانين، ويصرفوا على بناتهم ويصرفوا على اولادهم. مش عيب ولا حرام ولا غلط، لا. العيب والحرام والغلط ان الواحده تخرج تشتغل بره، ومش كل الناس، ما الناس بتشتغل بره وناس محترمه جدا، بس هم احنا عشان احنا في بيت واحد وكله قاعد مش واخد على خروج الشغل وكده. فده اختراع مني انا ليهم. انا اللي اخترعت كده ان هم يعني يقعدوا في البيت، واحنا نشتغل ونبعت ليفري. عندنا ليفري، عندنا جميع الحلويات، عندنا جميع بط، فراخ، حمام، كل شيء، كل شيء موجود. ديك رومي، مكرونات. هم ستات هوانم، بس ظروفهم ضيقة. يا ريت تساعدوهم لوجه الله، يا ريت تساعدوهم لوجه الله، مش لأي حاجة. أنا مش عايزة حاجة منهم، ولا عايزة حتى حق البوتاجاز حتى اللي بيشتغل، لا أنا أحط بحق البوتاجاز، بس يشتغلوا. ي... ربنا يصلح حالهم وحالنا. مش هكتر اكتر من كده، ومش هتحايل عليكم اكتر من كده، وبراحتكم بقى. اللي عايز يبعت يبعت، اللي مش عايز يبعت ما يبعتش، خلاص. تشيروا بقى ما تشيروش، انا بطلع وخلاص اهو، خلاص بطلع وبتكلم معاكم شويه، بقعد معاكم شويه وخلاص، وسايبه الامر لصاحب الامر، والرزق لصاحب الرزق. لو هم ليهم رزق، على فكره هو الشغل مش ليا، الشغل دي الناس فعلا محتاجه قوي. لو هو ربنا عايز يفتح لهم باب الرزق هيفتحه من حيث لا تحتسب ومن وسع. ما لهمش رزق يبقى خلاص، حتى لو انا قلت ايه صح ولا غلط. انا بعمل اللي عليا، انا بعمل اللي عليا وبكلمكم وبقول الاشتراك واللايك مش عارفه بيقولوها اشتراك ولايك مش عارفه، مش فاكره التالتة ايه بقى.
يعني أنا سنتين وأنتم مش عايزين. براحتكم بقى، براحتكم، كل واحد حر. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.